حاول دايما يكون عندك ميزان رطوبة، ده هيفرق معاك جدا جدا في التربية، علشان يعتبر الرطوبة هي زي الحرارة أو مثابة الحرارة. فدايما حاول يكون عندك ميزان رطوبة علشان تعرف الحاجة المظبوطة معاك ايه على الفراخ اللي موجودة عندك، فبالتالي تاخد إنتاج كويس جدا. ليه بقول لك كده؟ الرطوبة اللي هي بخار الماء اللي موجود في المكان طبعا لو قليل بيعمل معاك جفاف في الفرخ، وانت بتقول ان الفرخ عندك انت محافظ عليه، الفرخ عندك مش بياخد منك برد، الفرخ عندك كويس وسوبر ومفيش اي مشاكل. فبالتالي بتيجي لنقطة الرطوبة قليلة عندك جفاف، الرطوبة عالية عندك اختناق. علشان كده الرطوبة على حسب كل عمر بتكون مناسبة وكويسة جدا. طبعا كل ما كانت الرطوبة في الصيف، انا بتكلم في الصيف، قليلة، ده بيكون شيء كويس جدا، لان الرطوبة في الصيف بتوصل ل60 و70. طبعا دي حياة مش كويسة. هسيب لكم رابط فيديو عن درجات الحرارة ودرجات الرطوبة للفراخ من عمر يوم لحد نهاية الأسبوع، يعتبر الخامس. لايك وشير علشان ربنا يقدرنا على فعل الخير.